يدخل علاقة بانبطاحية كاملة، بمعنى كمية العطاء عنده لا محدودة، سواء كان على سبيل الرجل أو سبيل المرأة. اليوم أنا يعني أبوجه نصيحة لنفسي، لك، لأي أحد يسمع هذه السنابات، لأي أحد تتشير له هذه السنابات. لما تدخل علاقة، مهما كنت مرتاح، مهما كنت متيم، مهما كنت ذايب من الحب، مهما كنت شايف انه هذا اخر حبة في الكون، كنت شايف انه هذا اخر حبيب في الكون، كنت شايف انه هذه اخر حبيبة في الكون، حط احتمالية 0.5% انه العلاقة هذه في يوم من الايام حتنتهي. كل شيء له بداية وله نهاية في عالمنا. فموضوع انك تنبطح وتقدم جميع العطاء والعطايا، والموضوع انك تنبطح لحبيبك، لزوجك، خطيبك، خلاص تعطي كل العطايا هذه، خلاص استسلام كامل. ايش انا اقصد في هذا الاستسلام الكامل؟ تيجي واحدة تحب واحد، انا اغير عليك من الوظيفة الفلانية، اترك الوظيفة. انا اغير عليك من الوظيفة الفلانية، اترك الوظيفة. انتبه، ما تسيب عملك ولا تغير مشاريع حياتك عشان شخص دخل فيها، لانه اللي دخل هذا في احتمالية يخرج، في احتمالية 0.5% يطلع. بعض البنات رمت حياتها ورمت وظيفتها ورمت كل شيء، والله زوجي I'm adorable. بعض الرجال زوجته، والله انا عملك مختلط، سيبه واغار عليك. في النهاية بعد ما تركت الرجال وظيفته، والله انا مو مرتاحة معاك، الجيتس حقت الطاقة حقت المدربة حقتنا قالت لي اسيبك، لازم تخرج من حياتي عشان السلبية حقتك. لازم تخلي الرجال يسيب وظيفة ب35,000 ويجي عشان يصير قريب منها في المدينة اللي هي فيها براتب 10,000 ريال ويتبهدل، بعدين تقول له والله انت ما عندك فلوس. تجيك زوجة ترمي شهادتها، ترمي وظيفتها، ترمي كل شيء، زوجي. ترى زوجك بين يوم وليلة يطلقك، مخلف منك، ما في مشكلة، مخلف منك حينحكم لكل طفل 500 ريال. يلا دبري عمرك، حتاخذي حضانة 500 ريال، شيلي الليلة. تيجي تلاقي نفسك لا تأمينات اجتماعية ولا خبرة عملية ولا شيء. معليش يا اخوان، العلاقات العاطفية على عيني وعلى راسي، هي 80% من حياتنا، بس احنا في زمن ترى عز فيه الريال. سبع عمرك، لا تنتظر احد يجي يسبعك. الحب يأكلك بلح بس. ايوه حب ونحب واعيش واطيع زوجتي وزوجتي تطيعني ونعيش مخلصين لبعض، والفاميلي مرة مهم، والعائلة مرة مهمة، والترابط الأسري مرة مهمة، بس لا تجي على باب رزقي. لا تسمح لزوجة تجي على باب رزقك. طز فيكي في 60 طز. لو قلبي مو معلق فيكي، لو قلبي بعد ما تسيبيني حموت ثاني يوم، بس اموت بفلوسي ما اموت فقير. انت نفس الشيء. الزوج مهم، وانه يكون عندك رجالك وعيلتك، هذا مرة مهم، بس تجي على رزقي ما ابغاك، طلقني. افرض انت مت، خلاص احنا الله يعز دولتنا الحمد لله، اللهم لك الحمد، يشيلك الضمان، يشيلك هذا، بس ليش؟ لا خليت لنفسك تقاعد، لا خليت لنفسك نهاية خدمة، لا خليت لنفسك خبرة ولا شيء. والله يا ناس، والله العظيم، وإن شاء الله الأمثلة في أمة محمد خير، وباقي إن شاء الله لقيام الساعة. ولكن اللي يجي على الأكل عيشك، ياما شفنا أزواج زوجته أكتب لي عمارة، أكتب لي مدري إيش، أول ما كتب قالت له بخلعك. وعلى النقيض تماما، أنا شفت قصص أمامي، يا إنه الزوج لما جاء تزوجها إنه شحات حفيان، ملابس مقطع، حالته حالة، وسيبي عملك واصبري معايا، وما يعطيها فلوس، ووفري علي وتوفر عليه، ووقفت جنبه وساعدته، وكلمت واحد وجاب له أرض وجاب له قرض وجاب له مدري إيش. أول ما بنى العمارة دخل عليها في ظهر أحمر، قال لها فلانة أنت طالق، برا بملابسك، أطلعي برا بملابسك. القلوب بيد الرحمن، ما هي بيدنا. اليوم أنا أحبك أعشقك، بكرة قلبت عليك، عندي ما يسندني. لو فلان قلب علي عندي ما يسندني بعد الله، لو فلان قلب عليك عندك اللي يسندك بعد الله.